ريال مدريد يكشف التقرير الطبي لإصابة كورتوا. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ في التفاصيل، هل سيؤثر غياب كورتوا على المستوى الفريق الملكي؟ شاركنا برأيك. يواجه البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد صعوبات بالغة من أجل مرافقة بعثة المرينجي المتوجهة إلى المغرب لخوض كأس العالم للأندية، وكان كورتوا قد تعرض لإصابة في الفخذ أثناء الإحماء قبل موقعة ريال مايوركا بالدوري الإسباني. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن الفحوصات الأولى لحارس ريال مدريد تثير تشاؤم ريال مدريد بشأن الشفاء الفوري للحارس البلجيكي من الإصابة، وأشارت إلى أن إحساس كورتوا بالإصابة ليس جيدا، وعلى الأرجح سيغيب عن كأس العالم للأندية بأكمله. وأوضحت أن خطة ريال مدريد تركز على تجهيز كورتوا للتواجد في مباراة ليفربول بعد 15 يوما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي المصري الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وأكد الصحفي خوسيه سانشيز أن تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ربما يغيب عن مسابقة كأس العالم للأندية أيضا بعد غيابه عن لقاء مايوركا. الحارس البلجيكي تعرض للإصابة في العضلة الضامة، ومن المحتمل غيابه حتى 10 أيام. وأكد الصحفي أيضا أن الهدف الرئيسي الآن أن يكون كورتوا جاهزا لمواجهة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي الفريقان على ملعب أنفيلد بذهاب دور السادس عشر، والمقرر خوضها في 21 من فبراير الجاري. وأتم موضحا أنه حتى الآن من المتوقع غياب كورتوا عن مباراة الأهلي وريال مدريد ومواجهة فريقه الثانية في كأس العالم للأندية حال نجح في التأهل على حساب الفريق المصري. متابعينا الكرام، شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس فضلا وليس أمرا.